السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، دي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشادر بالمكنة. عايزة اقول لكم بقى البسكوت بتاع النهاردة طالع محمل كده وجميل وهش وخفيف ودايب دوبان يا جماعة. ده غير كمان ان احنا هنعمله بخليط السمنة على الزيت، يعني تاكلي منه براحتك كده ومش هيتعب معدتك. انت بقى بالنسبة لك لو حابة تعمليه بالسمنة صافي من غير زيت، هتعملي بنفس مقدار السمنة على زيت، يعني مش هتحتاري. المقدار من المواد الدهنية هو. بس انا النهاردة حبيت اعمله بخليط السمنة على الزيت معاكم علشان يطلع معاكم اقتصادي، وفي نفس الوقت يبقى خفيف كده في الاكل، ما يتعبش معدتكم. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. ويلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. معايا اول حاجة في المقادير، معانا كده ربع كيلو من السمنة، يعني عبارة عن كوباية ممسوحة كده من السمنة وعليها معلقة كبيرة. طبعا السمنة مكبوسة جوه الكوباية علشان تاخدي كده ربع كيلو من السمنة او 250 جرام من السمنة. انت بقى لو عندك ميزان هتعايري على طول وتحطي، مش شرط تعايري بالكوباية. حجم الكوباية اللي انا مستخدماها النهاردة حجمها 250 ملي، قد اكبر حاجة من الكوبايات المعيارية. ولو انت هتعايري في كوبايات البيت العادية، ساعتها هتحطي كده كوباية وعليها معلقتين كبار بدل معلقة كبيرة، لان الكوباية دي يا جماعة اكبر من كوبايات البيت. بعد كده بقى هضيف ايه، هضيف كده تلت كوباية من الزيت او 85 جرام من الزيت، يعني دول كده 14 معلقة كبيرة من الزيت لو هتعايري بمعالق الاكل العادية. انت بقى بالنسبة لك لو حابة تستخدمي المقدار كله سمنة عادي جدا، تقدري تستبدلي الزيت بمقدار كده من السمنة، هتحطي 85 جرام من السمنة كمان. بعد كده بقى هنضيف ايه، هنضيف كده كوبايتين وتلت من السكر او 330 جرام من السكر، كوبايتين كده ممسوحين على الاخر، والكوباية التالتة فيها اقل كده من نص كوباية اللي هم تلت كوباية. هتعايري السكر ازاي؟ هتعايريه بالمعلقة، هتعبي الكوباية كده بالمعلقة وتمسحيها بنفس المعلقة، يعني مش بنضغط السكر جوه الكوباية علشان تاخدي المقدار المظبوط لو انت هتعايري بالكوبايات. بعد ما حطينا السكر، هقلب بقى السكر كده مع المواد الدهنية، بحيث لما اجي اضرب بالمضرب السكر ما يطيرش مني. وطبعا انت لو ما عندكيش المضرب الكهربائي عادي جدا، تقدري تستخدمي ايديكي او المضرب اليدوي. كل الناس زمان كانوا بيعملوا كل حاجة بايديهم وكانت بتطلع زي الفل. ودلوقتي بعد ما قلبت السكر كده مع المواد الدهنية، هبتدي بقى اضرب بالمضرب الكهربائي لغاية لما لون الخليط يفتح معايا. شايفين انا بادئه بلون، ودلوقتي اللون هيفتح معايا خالص كده زي الكريم شانتيه بالظبط. انا عايزه القوام يبقى كريمي كده ولونه فاتح. شايفين اللون فتح معانا ازاي؟ والسمنه والزيت والسكر لونهم ابيض معانا بالشكل ده، وده علشان احنا ضربناهم كويس جدا. الخطوه دي لازم تعمليها كويس جدا علشان البسكوت يطلع معاكي هش وخفيف، وفي نفس الوقت الدقيق ما يطردش الماده الدهنيه. يعني بعد ما تعجني العجينه هتلاقي العجينه كده طردت الماده الدهنيه، وده علشان انتي ما عملتيش الخطوه دي كويس. لازم تدوبي السكر كويس جدا في الخطوه دي، والسمنه كده والزيت لونهم يفتح معاكي. طيب دلوقتي بقى هضيف ايه، هضيف كده 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. وزن ال4 بيضات بقشرهم بالنسبة للناس اللي بيحبوا يعرفوا كل حاجة بالميزان، وزن ال4 بيضات بقشرهم وزنهم كده 255 جرام. وزي ما انتم ملاحظين احنا بننزل كده بالبيض بيضة بيضة، ولازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة علشان القوام يدنه كريمي كده زي ما انتم شايفين. وده لان احنا لو نزلنا بالبيض وهو ساقع هتلاقي الخليط فصل معاكي كده وخرز معاكي، مش هيبقى بالقوام الكريمي اللي انت شايفاه ده. دلوقتي بقى انا ضربت البيض كويس جدا في المرحلة دي كده، واتأكدت ان السكر داب كويس جدا جدا بنسبة 100%. دلوقتي بقى معايا كده ربع كوباية من الحليب او 65 جرام من الحليب الدافي. الدافي يا جماعة ما يكونش سخن. دلوقتي بقى هضيف على الحليب ايه، هضيف كده معلقة كبيرة ممسوحة من النشادر. والنشادر هنا هو عبارة عن مادة رافعة زي البيكنج باودر بالظبط، وبنباع عند العطارين يا جماعة. احنا بالنسبة لنا في مصر بنسميه النشادر، انما في الدول العربية بيسموه الامونيا، ده الاسم العلمي بتاعه. دلوقتي بقى انا هقلب النشادر كده مع الحليب لغاية لما النشادر يدوب كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت يعمل فوران كده زي ما انتم شايفين. النشادر لو ما عملش فوران يبقى فاسد، ساعتها لازم تغيريه. وزي ما انتم ملاحظين الفوران ظاهر كده على وش الخليط اهوت. دلوقتي بقى هضيف ايه كمان، هضيف معلقه صغيره كده يا دوبك بس مطيره وشها بس مش مضغوطه، من البيكنج باودر او خميره الحلويات. معلقه صغيره كده من معالق الشاي، هتروحي ملياها ومطيره وشها وهتحطيها مع النشادر. دلوقتي بقى هضيف ايه، هضيف كده 3 اكياس من الفانيليا بطعم البرتقال. حابه تحطي فانيليا عاديه ضيفي كده نص معلقه كده صغيره من الفانيليا العاديه.
هضرب بقى النشادر اللي احنا حطيناه مع الحليب مع الفانيليا مع البيكنج باودر كده لغايه لما كله يختلط مع الخليط كويس جدا جدا. وبعد ما ضربتهم كويس هنجيب بقى الدقيق او الطحين. معايا كده كيلو من الدقيق او الطحين، ركزوا معايا، كيلو من الدقيق او الطحين. حابه بقى تعملي الخطوه ديت اعمليها، مش حابه خلاص. دلوقتي بقى انا شلت كده معلقتين كبار مليانين بشكل هرمي من الدقيق او الطحين، وهضيف مكانهم كده معلقتين كبار مليانين بشكل هرمي من الكاسترد. الكاسترد او النشا، ما عندكيش كاسترد هتحطي مكانهم نشا. وهنا الكاسترد او النشا اللي هنحطهم ليهم فايدتين. الفايده الاولانيه الكاسترد هيدينا لون حلو للبسكوت، وفي نفس الوقت هيمتص ماده الجيلاتين اللي موجوده في الدقيق، وخاصة لو انت مستعملة دي متعدد الاستعمالات او متعدد الاغراض، لان مادة الجيلاتين دي بتخلي البسكوت مش يقطم معاكي بسهولة لو عجنتي في العجينة كتير. انما انت بقى لو مستخدمة دي مخصص للبسكوت وحابة بقى تستخدمي الكاسترد او النشا عادي جدا، ساعتها يبقى زيادة الخير خيرين، بيزود معايا نعومة البسكوت وبيخليه جميل جدا جدا، يعني مش هيخسر في كل الحالات. انت بقى بالنسبه لك لو حابه تستغني عن الكاسترد او النشا ومش حابه تحطيهم، يبقى ساعتها هتحطي كيلو دقيق عادي من غير ما تشيلي منه اي حاجه خالص. دلوقتي بقى ابتديت ان انا احط الدقيق بعد ما قلبته كده مع الكاسترد على العجينه، وهبتدي بقى الم العجينه كلها كده مع بعضيها باطراف صوابعي كده، مش هعجن في العجينه كتير، يعني مش تلتي كده وتعجني، يا دوبك بس كل المكونات كده تلم مع بعضيها وتوقفي على طول. لان كتر العجن يا جماعه في العجين لو انتم مستعملين دقيق متعدد الاستعمالات او متعدد الاغراض بيعمل عرق في العجينه، والعرق هو المطه، هتلاقي العجينه كده بتمط معاكي وكونت عرق. ساعتها بقى تيجي تسوي البسكوت وتيجي تقطمي منه كده تلاقيه ناشف ومعضم وما يقطمش معاكي بسهوله، وده بسبب ان انت عجنتي في العجينه كتير. وده القوام بتاع العجينه بعد ما خلصتها كده زي ما انتم شايفين، العجينه طريه ولينه وما بتلزقش، اوعي تخلي العجينه تلزق، عجينه المكنه ما بتلزقش. زي ما انتم شايفين كده العجينه مجرد بس كده ما بفتحها كده بايديا بلاقيها عامله الخرفشه اللي بتبقى موجوده على ظهر البسكوت. ودلوقتي بقى هعمل ايه، هغطي على العجينه كده واسيبها في التلاجة لمده ساعتين 3. عجينه البسكوت بتاعه المكنه او عجينه النشادر بالذات كمان لازم تحطيها في التلاجة علشان النشادر يشتغل كويس، وفي نفس الوقت العجينه كده تاخد وتدي مع بعضيها وتشرب السوائل الموجوده فيها، حتى هتلاقي قوام العجينه نشف اكتر شويه. شايفين ده القوام بتاع العجينه يا جماعه. لو انت عايزه البسكوته تطلع معاكي محمله وحلوه ومخرفشه كده بزياده ما تطريش العجينه، يعني يا دوبك بس العجينه تلم معاكي كده ما تخليهاش تلزق نهائيا. دلوقتي ده شكل العجينه بعد ما حطيتها في التلاجة، هتيجي تمسكيها هتلاقيها قست شويه وفي نفس الوقت شربت السوائل الموجوده فيها. وطبعا بقى وانتي شغاله بالمكنه هتعرفي العجينه مظبوطه ولا لا. لو لقيتي العجينه بتقطع منك كده وانتي بتشتغلي في المكنه ساعتها اعرفي ان العجينه ناقصه سوائل. هتعالجيها ازاي، هتضيفي معلقه او 2 كمان من الحليب او عصير البرتقال او الميه. على فكره نسيت اقول لكم، انتوا لو حابين تستبدلوا الحليب بعصير برتقال عادي جدا، هتعصروا العصير كده وتصفيه كويس جدا بمصفى، وهتحطي بقى ساعتها كده 8 معالق كبار كده من عصير البرتقال او ربع كوبايه او 65 جرام من عصير البرتقال، وهتروحي بقى حطاهم مكان الحليب. بس علشان النشادر يدوب معاكي كويس جدا دفع عصير البرتقال كده على النار، مش تسخنيه، يا دوبك كده يدفى وقلبي عليه النشادر. تعالوا بقى نرجع لقوام العجينه مظبوطه او مش مظبوطه. يبقى احنا كده عرفنا ان العجينه لو قطعت معاكي وانت بتعملي بالمكنه يبقى العجينه ناقصه سوائل. انما بقى لو حسيت ان عجينه البسكوت نازله من المكنه كده والرسمه مش ظاهره يبقى ساعتها تعرفي ان العجينه عاوزه دقيق. ساعتها بقى زودي كده معلقه او 2 من الدقيق، لان انت كده زودتي نسبه السوائل زياده عن اللزوم. والكلام ده بالنسبه للناس اللي مش مستخدمين الميزان. اللي هيستخدم الميزان المقادير مظبوطه على الشعر يا جماعه، حتى انا قلت لكم على وزن البيض علشان ما حدش يحتار. وده كان شكل البسكوت جوه الفرن، بيتمدد معانا شويه كده ويرجع يلم تاني، وده طبيعي جدا جدا علشان البسكوت فيه نسبه من السوائل وفي نفس الوقت فيه نشادر برضو، انما لا بيفرش معانا ولا رسمته بتضيع. وده علشان المقادير مظبوطه بالملي وبالجرام. ما تزوديش على كيلو الدقيق اكتر من معلقه كبيره ممسوحه كده من النشادر، ومعلقه صغيره كده مطيرين وشها من البيكنج باودر او خميره الحلويات عشان البسكوت يطلع معاكي مظبوط ورسمته واضحه. طيب بالنسبه للناس اللي ممكن تسال احنا لو حابين نلغي النشادر ونحط بيكنج باودر بس ساعتها هنعمل ايه، ساعتها بقى هتحطي كده كيس من البيكنج باودر او خميره الحلويات وزن 16 جرام. يعني كيلو الدقيق هياخد كده كيس من البيكنج باودر 16 جرام يا جماعه، ومش تضيفوا النشادر ولا تضيفوا اي حاجه تاني.
وطبعا انا عملت معاكم الفيديوهات اللي فاتت، عملنا الكعك وعملنا البيتي فور، وعملت معاكم بسكوت المكنه بالزبده وبسكوت البرتقال بالكيس. اللي حابب يبحث عن حاجه هيكتب بقى الحاجه اللي هو عاوزها وجنبها اسمه ويبحث. القناه دي موجوده على اليوتيوب يا جماعه، والمقادير هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايه. واللي ما يعرفش مكان صندوق الوصف، اضغطوا على عنوان الفيديو او دوسوا عليه هيظهر لكم كلمه المزيد. اضغطوا على كلمه المزيد هيظهر لكم المقادير تحت، وتحت في لينكات لكل فيديوهات العيد. اي حاجه انتوا عاوزينها من نوامل العيد هتلاقوها ان شاء الله موجوده على القناه. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك. الفيديو جميل وكله معلومات ويستاهل لايك. وما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو كده منكم، علشان كومنتاتكم بتفرحني جدا جدا. وبكده بقى الفيديو بتاعنا يكون انتهى. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.